الفوضى في التخطيط ربما هي شعار نادي برشلونة خلال الموسم الحالي. هنالك تساؤلات كثيرة حول ما الذي يجري في قضية اللاعب إلكي غوندوغان الذي ربما تشير كل التوقعات إلى عودته إلى ناديه السابق مانشستر سيتي بعد موسم واحد فقط مع النادي الكتالوني. الكثير من الأمور قيلت حول غوندوغان وحول عدم تأقلمه مع النادي. الكثير من الانتقادات وجهها لزملائه خصوصا بعد الخسارة في مونجويك الموسم الماضي أمام ريال مدريد، وأيضا الخسارة والخروج في دوري أبطال أوروبا أمام نادي باريس سان جيرمان، وتحميله المسؤولية ضمنيا للمدافع أراوخو حول هذا الإقصاء. وأيضا زوجة اللاعب خرجت، أو زوجة غوندوغان خرجت لترد على اللاعبين وترد على التقارير الصحفية، وهو ما أشعل قضية أخرى داخل النادي الكتالوني كان في غنى تام عنها. ولكن اليوم كل المؤشرات تؤكد أن غوندوغان سيرحل. غوندوغان الذي اعتزل اللاعب الدولي مع المنتخب الألماني يسير بخطى ثابتة للعودة إلى ملعب الاتحاد، ولكن تطرح التساؤلات: هل ما تقوم به إدارة برشلونة أمر طبيعي؟ هل جلب اللاعبين مجانا ومن ثم إعادة بيعهم هو أمر سليم من الناحية الفنية؟ وهل أي لاعب الآن يمكن أن تتصل به إدارة برشلونة سيكون أو يطمح للالتحاق بالنادي الكتالوني، أم أنه ستكون هنالك مخاوف حول وجود جدوى من مشروع رياضي أو حتى على الصعيد الأمان الوظيفي؟ لأن اللاعبون والكثير منهم صاروا يقضون موسم واحد فقط ومن ثم يغادرون، وهو ربما ما يعبر عن الحالة العامة التي يعيشها النادي الكتالوني خلال السنوات الماضية.